فهل كنتم تعلمون أنه قبل كان التقبيل ممنوع في المسلسلات الهندية ويعاقب عليه القانون؟ إذ كان جوابك لا، فشاهد الفيديو حتى النهاية حتى تتعرف ممثلي المسلسلات الهندية الذين يرفضون مثل هذه اللقطات. يحاول صناع المسلسلات الهندية تجنب قدر الإمكان اللقطات المخلة بأدب بسبب الرقابة التلفزيونية، ولكن إذ كان هذا المسلسل سوف يعرض على نطاق واسع تكون مثل هذه المشاهد دافعا لنجاحه. يعتمد ذلك أيضا على ما إذا كان الممثلون يريدون الانتقال والنجاح على صعيد الأفلام الويب وأفلام البوليود، مثل الممثلة الهندية سنايا إيراني التي كانت غير مرتاحة ورافضة بشكل كلي التقبيل على الشاشة الصغيرة، ولكن بعد انتقالها لشاشة الويب تغيرت مبادئها. ولكن من جهة أخرى لدينا نجوم رفضوا التقبيل على شاشات التلفزيون، فمن تصريحات النجم التلفزيوني الوسيم زين إمام والجميلة ريم شيخ ورأيهما بمشاهد التقبيل التي تحدث مؤخرا في مسلسلات تلفزيونية. عندما قام الصحفي بسؤال زين عن رأيه بمشاهد التقبيل وهل إذ يعرض عليه دور مثل هذا هل سيقبل أو يرفض، حيث قال الممثل: لقد عرض علي من قبل فيلم غير مناسب ولكنني رفضت هذا الدور، وتحدثت من قبل أنا كممثل أرفض رفضا تاما مثل هذه الأدوار، وأنا أرفض التقبيل، هذا غير لائق. أنا كممثل يتطلب مني بعض المشاهد الرومانسية ويتطلب مني ذلك، ولكن ليس تجاوز الحدود، ولا أريد التحدث في هذا. أنا أخطأ بعض الأحيان ليس كثيرا، ثم أقول أستغفر الله، أتمنى من الله أن يسامحني، إن الله غفور رحيم، ولكن الحمد لله لن أقبل بتمثيل دور خادش للحياء، فنحن كشعب إسلامي نعتبر شعبا محترم. أما بالنسبة لريم، عندما تم سؤالها لو عرض عليك أن تقبلي، حيث قالت: أنا أحترم أبي وأمي كثيرا وهما يشاهدان أعمالي، صحيح إنني أمثل بعض الأحيان أدوارا رومانسية، ولكن هذا متطلب مني، فأبي وأمي يرفضان فكرة الموافقة على هذه المشاهد. قبل نهاية الفيديو سوف أجيبكم على سؤال إحدى المتابعات: هل التقبيل على الشفاه مسموح به في الهند؟ التقبيل والمعانقة في الأماكن العامة من المحرمات، ومع ذلك يسمح بالاتصال الجسدي بين نفس الجنس. ففي عام 2007 عندما قبل الممثل ريتشارد جير شيرباشيتي في فعاليات للتوعية بالإيدز في نيودلهي، أصدرت المحكمة الهندية أمرا باعتقاله. في الهند يعد إظهار المودة علنا جريمة جنائية بموجب المادة 294 من القانون العقوبات الهندي لعام 1860، مع عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 أشهر أو دفع غرامة مالية أو كلاهما. تم استخدام هذا القانون من قبل الشرطة والمحاكم الدنيا للمضايقة والمقاضاة الأزواج الذين ينخرطون في أعمال حميمية مثل التقبيل في الأماكن العامة. أخبروني في التعاليق، هل تنزعجون من مشاهد التقبيل في المسلسلات الهندية؟